السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله طيبين. معكم مشاهدي قناتي، إن شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم. كيفكم يا بنات؟ إن شاء الله طيبات. اليوم الفيديو المنتظر فيديو المطبخ. عارفين دخلنا شوية، فلكن زي ما عارفين الكهرباء والشبكة وكلهم بيجن علينا، لكن الحمد لله اليوم حتشوفوه إن شاء الله ويعجبكم بإذن الله. يقول لكم مع نسمات هذا الصباح الجميل: أسأل الله أن يرزقكم فرحة ما بعدها حزن، وسعادة ما بعدها حاجة، وأن يحقق أمانيكم، وأن يجعل القرآن الكريم نوركم وهداكم. اللهم آمين. أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. المطبخ طبعا يا جماعة عملته على 3 يوم، فنحن يا دوب راحلين. يعني أكيد عندي حاجات بتكون جايباها، لازم أرتب حاجات كده ترتيبات أولية، دخل العفاشة، دخل الملابس كده ترتيبات. فتاني نجي لشنو؟ التنظيف العميق بإذن الله. عملت شنو؟ ده اليوم الأول حقول لكم. ده كان اليوم الأول يا جماعة. شايفين الكانون ده؟ ما شاء الله تبارك الله عليه، وكان هيكل يعني. فالاكسباندا دي جبت لي اكسباندا كده اطبق واطبق، لكن بجد تعبت فيها وجريح وغاية الحمد لله. لكن حسيت بروحي انجزتها. فلما تحسي روحك انجزت كده وما شاء الله، يعني عندك شعور واحساس كده وما شاء الله عليه. فكان جميل خالص وانبسطت بيه وسوينا بيه جبنه، وكان في جبنه رهيب جدا حالات وكده. فاذا حبيتوا ان شاء الله نسوي لكم بيه جبنه في المظله باذن الله. المهم سوينا بيه جبنه واستفدنا منه وحسيت بيه بقى مظبوط وحلو. هنا يا جماعة زي ما قلت لكم زعفته ونظفت المصطبة والحيط عشان ما حاجة تنزل لي من فوق في الأكل وكده. والبوتجاز اديته نضيف حاجة بسيطة كده، فشوفوه إن شاء الله عند أم شاذلي بإذن الله. هنا يا جماعة شايفين ده اليوم الأول كان كده، يا دوب رتبته وخدت حاجاتي وكنسته وزعفته. فهذا اليوم الأول عشان أقدر أبدأ اليوم وأسوي الأكل للأولاد وكده. فكان ده اليوم الأول. تاني حتشوفوا فضل لي يومين وتشوف النتيجة النهائية بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. يا جماعة شفتوا الحبل المربوط فوق ده؟ فده يعني أمهاتنا كان بيعملوا فيه شنو؟ اللحمة لما تجي كتيرة فبطلعوا حتة لحمة فخدة كده، بيعملوها شرايح، بيرفعوها فوق وبتنشف وبسووا بيه ملاحة التقلية البيضاء أو ملاحة التقلية الحمراء، أو يعملوا بيه محشي، أو يعني استخدامه كأنه استخدام اللحمة الفخدة. فيعني حاجة دي بيت ما في اتعدمت، لكن ما عارفة البيت ده لقينا فيه. ففي يعني في بنسبة بسيطة، فالناس البيت ده لقيناه عندهم. شايفين الدولاب يا جماعة؟ الدولاب هنا الضلفة ما فيشة، فبنحاول لقيت يعني الضلفة واقعة، بحاول إن شاء الله ركبه، شوف له طريقة تتركب بإذن الله. المهم يعني فقلت لهم شاذلة يعني الفترة دي حنرجع. قال إن النسا قديمه تاه. فقلت لها تاني حنرجع للمشلعيب والحبل بتاع اللحمة وكده. فيعني المشلعيب الزلمة ما عارف، المشلعيب اللي بيخطوا فيه الأكل بيكون في الراكوبة ضربوا الهواء في الأكل يعني. فضل الأكل بتدخليه تلاجة وما ببوظ وكده. فنفس الحكاية إذا سويتي حاجة بالليل عشاء وكده بتقومي تخطي فوق، فبرضه بيصبح عادي كأنه في التلاجة مظبوط وأي حاجة. فده المشلعيب وده الحبل يعني. فقلت لها الكهرباء بقت ما في وكده، شكلنا حنرجع تاني للمشلعيب والحبل. الحمد لله. إن شاء الله يا جماعة دعواتكم إن الكهرباء تتصلح وتجي بأسرع وقت بإذن الله. زي ما شايفين ما شاء الله تبارك الله الرفوف نزلتها. فبالرغم إنه سوقي وحديد وما جامد، فأنا قلت لها يعني عجبتني فيه الفكرة إنه الرف يطلع. دي فكرة ما شاء الله رهيبة يعني. فقدرت يعني الحركة دي ان انا استفدت منها، ان انا اقدر اغسل الرف براحتي ويكون نظيف معايا. يعني هو زي ما شايفين ما شاء الله عينك يعني شايفة يا جماعة مبالغة، لكن نزلناه في الطش وديته شهدي بنتي برا غسلته ما شاء الله تبارك الله. يعني يتغسل معاي ما شاء الله، بتشوفوه ان شاء الله لقدام. وعملنا شنو؟ الضفة بتاعته دي يا جماعة ما بقدر أعمل لها أديها لحام أو كده، أجيب زول يلحم ما بقدر. قولي لي ليه؟ لأنه هو نوع الحديد الخفيف أصلا، يعني إذا تكسر يعني لو الناس بتعرف عندها مطابخ زي دي فبقول لك ما بتلحم. يعني انت بتشتريه صح ملحوم. بقول لهم يا جماعة أنا كان عندي حاجة، عندي ضلف كده مشترينه من فوق 4 متر اسمه شنو
يا خزانة فوق 4 متر، ففي النص نفس الحركة دي، في النص في قزاز وكده. فقام في باب وقع، فقمت ناديت يعني، قلت لهم يلحموا لي كده، قال لي ما بيتلحم. قلت يا جماعة هو جا ملحوم يتلحم كيف؟ فقالوا لي زي ده ما في سيد اللحام، يعني ما بيرضي يلحموا لحام وصعاب وكده. فالمهم غايته، اضطرينا يعني نزلناه وتشيناه وكده. فنفس الحديد عشان كده ما حيتلحم وكده. فبحاول يا مروة أعمل شنو، إنه أعمله بسلكة أضبطه بإذن الله، حشوفوه في نهاية الفيديو بإذن الله. هنا يا جماعة زي ما شايفين السفنجة، السير بتاع السفنجة يا جماعة نزلته من فوق وتحت في الحيطة لو شايفين نفس السير. فعندنا الحركة دي يعني في، ما حقول لك كل السودان كده، فيعني في فئة معينة عشان الناس ما تزعلوا كده تقول لي لا ده ما عندنا. لا يا جماعة، في السودان يعني فيه قبائل متعددة، فيه ثقافات متعددة. فأغلب الناس يعني أول مجتمع لنا يعني عايشت معاه عندهم الحركة دي. فشنو بيكون انت عندك وطاية زي ما شايفين دي الاتنين كتير، فبكون هن رافعينهم نفس السبب. عندك وطاية جميلة سمحة عجباك مريحة في رجلك، إذا السيور فوق اتقطعت بتلميها. فإذا كان برضو عندك سفنجة ناس اسمه شنو وطايتها اتقطعت أو انتهت وسيورة طلعت جميلات وعجبانك بترفعين، ففي النهاية بتطلعي شنو سفنجة كاملة. فالحركة دي يعني في كتير من اسمه شنو البيوت السودانية بيعملوها. فما شاء الله تبارك الله، شايفين الحاجة نزلت من الدولاب حاجة مبالغة. وقبلها أنا كنت زي ما قلت لكم مدياه يوم يعني تنظيف خفيف كده عشان أقدر أشتغل. طبعا يا جماعة هنا الأسفنجية ما شاء الله تبارك الله يعني ساعدتني في إن أطلع كل الغبار ده، والأتربة دي ما تأثر عليا، ما تحسي بالمطبخ كله قايم وكده. فبنزل بالأسفنجية بالراحة بالراحة وشنو بشتغل معاي الغتاية دي زي ما قلت لكم، وبجمع ما شاء الله تبارك الله. حتى لو حسيتوا في التصوير ما في غبار زي ما شايفين. فأنا حسيت بأنه أول حاجة حسيت بأنه المشمع ده يعني مقبولة نوعا ما، ما فيه حاجة. فشوية كده أنا رفعت بالجنب كنت أنظف على الحيطة، فشميت روائح كده ما عجبتني، فحسيت بأنه ما ظابط يعني منتهي. وغير كده فيه يعني تخريمات وكده، لكن أنا قلت أتغاضى عنها. لكن لما حسيت فيه روايح ما جميلة وما حلوة، فقلت إن شاء الله حطلع ونشوفه إذا نافع تمام، ما نافع قوم شنو أتخلص منه. عملت شنو هنا، جبت الصابون والليفة وما شاء الله تبارك الله اشتغلنا فيه غسيل غسيل وتتمير. فإذا أنا كنت اشتغلت موية وكده ما ينفع، بعمل الصابون كم مرة وبتمر، بعمل الصابون وبتمر كده. شنو بيعمل لي شنو أقل من موية بتكون شوية. فأنا راكبة فوق زي ما شايفين، فإذا كترت الموية والصابون تحت شنو دي واقعة. فأنا كنت حذرة، فبتمر وشنو بدعك بالصابون. يعني دعكت المرة الأولى تمرت، دعكت المرة الثانية تمرت، بعد أحس بشنو الحتة بقت نظيفة. فما شاء الله يعني فرق حتشوفوه هسي بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. زي ما شايفين يا جماعة الدولاب بدت ملامحه تظهر. ويعني أول حاجة أنا كده ما حسيت بأنه حينضف كده، لكن قلت يا جماعة كده أحاول أشتغل فيه أغسل فيه كم مرة إن شاء الله حتة بسيطة. فإذا نجحت تمام أشتغل، ما نجحت خلاص يئست منه. فالمهم قلت بسم الله كده، أول حاجة ما أخد احتمالات كده أبدأ واشوف ان شاء الله يظبط. ففعلا ما شاء الله تبارك الله شايفين الحته النظيفه من الحته الوسخانه يعني فرق. فشايفه الاطار وشفت هنا الضلفه ما شاء الله تبارك الله يعني فرق واضح. وتحت هنا في الاطار التحت برضه أنا لسه ما جيته، ففرق ملحوظ. فبرضه يا جماعة هنا داير أقول لكم اعملوا زي السعل. لا أنا ما هنا ما حاولت فيه، لكن الباب بجد عملت فيه الفكرة بتاعت السعد زي ما قالت تسنيم. اسمه شنو الحنكوشة قالت شنو، قالت الحنكوشة، قالت ده فستان فستان السخلة مش حاجة كده. المهم التعليق يعني كان ملفت وضحكني. فالمهم يعني عملت الفكرة بجد في الباب حشوفوها ان شاء الله. بس ما عملت قرض يا جماعة، عملت هبوت حشوفوه. فهنا برضو المصطبة يا جماعة حاولت اول حاجة قلت يا مروة الشيء يا ربي حيطلع ما حيطلع كده اجربه. المهم
شلت حتة صغيرونة كده وغسلتها وتمرتها ما شاء الله ظبطت. قلت الحمد لله. طوال انا وبديت اشتغل فيها وقلت ان شاء الله حاشتغل فيها. ومشاذلي وشهدي قال لي خلاص انا حنساعد، نحن حنساعدك بالمصطبة، انت كملي في الدولاب وكملي في العدة وكده. فانا اشتغلت حتى الحيطة الحتة السوداء يا جماعة حسيت بها هي وسخانة زي ما قلت لكم يعني غسلتها. فكان في الحيطة يعني مواهب بتضحكني. أنا كنت مع روحي كده فكنت بقول غسله، يعني حوار بين العقل والقلب أغسله. فقلت يا جماعة طبعا ده العقل اللي بيتكلم. قلت يا جماعة الحيطة بتاعت اسمنتي ما بغسلوها، ما شفت الحيطة في الدنيا غسلوها. فأنا يعني قلبي عاوز إن أغسل الحتة دي وعاوزة أنظفها. فقلت يعني عاوزة أغسلها، يعني حتحصل لها شنو؟ انتي حيطة وده اسمنتي ما حتجي حاجة، ما حتخرب، ما حتحصل حاجة. فأنا أجرب. ففي النهاية انتصر القلب والقلب هو ما يريد. نظفنا الحيطة وإن شاء الله حتشوفوها لقدام. حتة بسيطة جدا بطرف على البوتاجاز يا جماعة، لأنه ده كله حيشتغل. المصطبة هنا أيوة برضو ألوانه ما شاء الله عليه، برضو حنشتغل فيها شنو بالجير، حتتغطى بالجير. هنا يا جماعة الأسمنتي ده، عفوا الأسمنتي، أيوة الأسمنتي اللي كان في راس الحفلة لقيته اسمنت ابيض. فانا عملته كده لو لاحظتوا قبل شويه بيض في كفه يدي، لقيته اسمنت ابيض فما حينفعني في الجير. فعملت شو؟ عندنا جبس لقيته مشازلي في المخزن، في نظافة المخزن، فأنا اشتغلت فيها. فجزء منه زي ما شايفين كتلة كده اتبلت بموية، وجزء بسيط انه كان بودرة. فبقيت اضرب في الحجر ده لغاية ما دوبته. وبيشتغل معروف انا عملته خفيف يا جماعه. خفيف ليه؟ لانه معروف انه الجبس يعني انت بتعمليه خفيف شوي شوي بتقل معاكي، دي الحاجه المعروفه. فلقيته ما تقل معي. فذكرت يعني زمان في حته النقاشه وكده كان شغالين اللي خالي في النقاشه وبيشتغلوا كده بالبرميل. خدتين الجبس وكل شويه خدتين كده عصا كبيره كده وبيشتغلوا فيها كل شويه كده بحركوا فيها. فانا قلت لهم دي شنو؟ سالت عن ابوي قلت له شنو؟ قال لي الجبس حي عشان كده بيعملوه بحركوه. يعني حي يعني شنو؟ معناته الجبس بتاعي ده ميت يا جماعه. لا يعني حي يعني شنو؟ اني بتكبي فيه المويه وهو بيشتغل يتجمد. فانت كل شويه بتحركيه عشان ما شنو أن يتصلب ويبقى قوي. انت بتحركي فيه كده لغاية ما وبتطلع منه سخانة مبالغة يعني. فانت بتحركي كده لغاية ما يديك يجيف يعني في التكثف بتاعه، يعني انه يجمد كل ساعة يبقى اتخن اتقل. بيجيف كده بيقولوا الجبس يعني مات. معناته داك حي. دي خديت انا براي وعلى اسم خديته براي مات. المهم انا حقيقة لقيته ميت يا جماعة، ما لقيته حي. يعني ما عمل لي الحركة انه بتاعت الجبس يعني بيتقل، ما عمل لي معناته لقينا ميت. المهم يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. شايفين الاسفنجية عملتها يا مروة، عملتها لكن ما فادتني. ما فادتني كيف؟ انا عملت الاسفنجية والحيطة وسخانة يا جماعة. كل ما اضغط ضغطة كده حاجات خفيفة حاولت اخفف يدي. فالضغطة دي شنو؟ بقت تنزل وسخ من الحيطة لانه الحيطة وسخانة. وبالرغم ان انا يعني عملت زعفتها وفوضتها تاني قلت عشان ما هنا، لكن ما نفعت. كل ما اضغط بحس انه اللون بقى يتغير وكده. فانا عملت شنو يا مرة؟ جبت المقشاشة طبعا وبدي ومشات الايدي. شنو يا مروة شنو معقولة؟ قلت لهم يا جماعة بس خلوني انا الليلة اشتغل بس خلوني. المهم يا جماعة ما شاء الله تبارك الله الفكرة نجحت. شنو نجحت ان الزحفة بتشيل الجير كده. الجير هو جبس يا ماما. الجبس كده وانتي بتضربي شنو ما بيعمل اثر كده، بس يا دوب كده بنزل الجير في الحيطه وبيشتغل معك. فما شاء الله يعني حركه طلعت كويسه بجد. فاذا كان انا ما عملته خفيف يا ماما كان عملته كم يعني من الوش الاول والثاني. فانا هنا عملت معاهم الوش الاول زي ما شايفينه، عملت تاني وش وتاني فضل لي الوش الثالث. هنا ما شاء الله تبارك الله زي ما شايفين المصطبة نصفات الجير ادى شكل يعني ادى نورة كده ما شاء الله تبارك الله. بدت يعني المطبخ كده يبقى يا دوب وكده يعني كله نظافة والوان حلوة جديدة حلوة شديد جديدة تخيل. المهم ما شاء الله تبارك.
يعني اللون الابيض في المطبخ يا جماعه بيدي شكل غير، بيعمل توسعه كده، يعني بتحس بانه شنو الحاجه واسعه كده. المهم ان احنا مطبخنا نظيف، فعمل والله ما شاء الله تبارك الله اللون الابيض مبالغه، طلع رهيب جدا بحاجه بسيطه يا جماعه. عملنا مطبخ جميل باقل حاجه، يعني بالحاجات الموجوده. عملنا شنو عندي الجبس زي ما قلت لكم، اللي انتوا فاكرينه كان لقيته فوق راس الدولاب، فقلت ما هيحتاج له فجير. ففجأة كده عينت للمصطبة يا جماعة، لقيت فيها زي الحافرين فيها، ما حافرين فيها يعني بمعنى يعني زي اللي بيخطوا فيها الفندق وبدقوا فيها، فعملت حاجات حفر كده بسيطة. قمت عملت شنو يا مروة، قلت خلاص انا اخدها اصلح بها المصطبة، فهو كده كده اسمنت يعني، او برضو بيطلع معاي مظبوط والحاجات الشينة دي تختفي. عملت شنو اول حاجة كنت عاوزة اعجنه، يعني اكب موية واعمله كده واطرحه في الهنا، فحسيت بيه انه هو شوية. اصلا انا غسلت يعني الحيطة والجير اسمه شنو، ما غسلت الحيطة عفوا، الجير الموية تحت الجير وكده، والتمير بتاع الدولاب يعني من الجير وكده، فبقت شنو المصطبة فيها موية بسيطة. فعينتي كده قلت خلاص الموية دي بتكفيني، انها حتى الحفرة بتكون فيها موية، المصطبة بتكون فيها موية. انا هجيب الجير الابيض ده وامرر كده بالاسفنجية، ما شاء الله الاسفنجية خدت معي يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. فالمهم ما شاء الله اشتغلت فيها زي ما شايفين رهيب، طلع ومظبوط. عملت شنو عملت جنب على الباب بس قصاد المصطبة، والحتة تعبانة شديد، يعني ما شاء الله المصطبة بقت شكلها جميل. يا جماعة انتوا شايفين الحاجة دي؟ هي يا جماعة الفكرة بتاعت الرماد بالكيس. يلا نتعرف على القزازة دي، شايفينها يا جماعة؟ شوفها شوية. الله ما شاء الله تبارك الله، يعني مبالغة. فهنا يعني أنا لما أشوف الحاجة فجأة كده يعني بحب أقول لك شنو، تعرفي على تاني بيجيني الأغنية طيب بتاعت الكرتون الزمان ديك يا جماعة. هل تعرفون من هو، هم تعرف أنا بقول شنو، هل تعرفون هذه القطعة. المهم ما شاء الله يعني أنجزنا بجد. نجي للباب ونشوف الفكرة بتاعت الرماد وكده. فزي ما قالت تسنيم الحنكوشة قالت شنو، هسي عندي يا جماعة فستان السخلة. المهم ما شاء الله تبارك الله يعني أدى عمل سحر صح. شايفين جبت لكم الحتة الما باينة إنها هي كان فيها لون شنو، يعني الحتة الصعبة صعبة. فأنا عملت لك كده يا جماعة والله بجد فرقت. فأنا ما حسن يعني يا جماعة حاجة كده بتحسي بيها، شفتوا لسه كده يا ما ملسلسة. فشنو عملت الرماد، فشنو بمشي فيها الليفة كده، يعني أيوة فيها صعوبة لكن شو بجد فرقت. ما عارفة حسيت بها فرقت إنه نزلت معاي، يعني نزلت معاي الوساخة دي، ما حاسة بها إنه يعني اتعسرت علي الشديد، والليفة مسكت في الوساخة وما قدرت أطلع. كوميدي وش فيلم كوميدي يا جماعة. المهم بجد انا كنت متوقعه انها تمسك الليفه وما تتحرك جاي وما تتحرك جاي، لكن الحمد لله عملت والفكره نجحت وما شاء الله ساعدني في الغسيل كتير. وهنا شوفوا الشكل الاخير ما شاء الله تبارك الله، يعني ولسه حتشوفوا في النهايه حاجات احلى وكده، وحيبقى المطبخ ما شاء الله تبارك الله عليهم. المهم جبنا هنا يا جماعه المشمع ده، مشينا سوق الاثنين زي ما شفتوه في الفيديو انا كنت جايباه. مشيت سوق الاثنين، مشينا جبنا نفتش للمشمع، نهاية ما لقينا مشمع يا جماعة. فنحنا جايين انا ومشاهزلي في دكان كده يعني في الحلة لكن على الزلط. فانا قلت لهم مشاهزلي يعني نخشه، قال شنو، قلت لها اضع سره في اضعف خلقه، يعني سوق كامل يا جماعة سوق كامل ما فيه، لا فيه الخفيف ولا فيه الثقيل. فقام قلنا لها خلاص، قلت لها راح نخش اللهم نخش يعني. فخشينا ما شاء الله تبارك الله لقيناه كان يعني موقف ظريف، كنا بنضحك قلت يعني بقينا بنقول في الأمثال وكده. فالمهم قلت له عاوزة شنو، ثلاثة أربعة لا عفوا أربعة، لأنه هو المطبخ تتخيلي 4 في 3 ولا 4 في، المهم يعني صغيروني ما عارفة والله بالأمتار، لكن طوله 4 يعني. المهم جبته وقطعته
لا والله يا مروة ما طوله 4، تخيل لي 3 جبناه 3 وقطعته. لقينا حتة زايدة، زي حتة زايدة دي زي ما شايفين هنا. قمت شنو قطعتها، قلت اسويها فوط، لانه الفوط ما لقيناها، وفوط المطبخ ما لقيناها، والمفارش اللي تحت بنخد فيها العدة دي برضو ما لقيناها. فالمهم قلنا خلاص نقطع منه نشوف ان شاء الله تنجح معانا. وهنا يا جماعة ده المشمع الفضل من المصطبة اللي حسينا بيه انه كويس وكده. فقمنا شنو، قمت قطعت منه، عملتها للترابيزة تحت الخلاط، وعملتها هنا في الحيطة. وهنا البوتاجاز حتشوفوه عنده مشازلة ان شاء الله، اشتغلت فيه ومشازلة وكده. شايفين الشباك ما شاء الله تبارك الله، يعني بيجيب هواء وإضاءة، ويعني بيعمل جو حلو، ما زي قبالي كان مكتوم ما بتقدري تقعدي فيه 5 دقايق يا جماعة. شايفين الحيطة هنا جنب والرف بتاع القصاص يا جماعة خديته للترابيزة دي تحت في الإكس ده. خدينا القزازة بقت لي رف. ليه يا مروة؟ خديناها في البوتاجاز، ما عملت لي شنو، لأنه ما فيها حافة. الحتة اللي بتقعد فيها، القاعدة اللي بتقعد فيها البوتاجاز دي ما في، اللي بتمسك القزازة ما في. فأنا عملت شنو، شلتها وعم غسلناها وخديناها الرف. قلنا بدل ناخدها في المخزن او كده، فبرضه بيعمل لنا رف شكله جميل وبخدها لنا. هنا يا جماعة أنا بدي طبعا أنا زي ما قلت لكم شغالة لي 3 يوم، أجير يوم والنظافة مبدئية يوم، وتاني بديت أشتغل الشغل داك يوم. المهم هنا بدي آية ربنا يديها العافية ويحفظ أولادكم ويحفظها إن شاء الله. جابت لي قالت لي يا ماما انت تعبتي كتير وجبت لك الهدية دي. فبجد يعني كنت بسطت بيها مبالغة، يعني عجبتني عجب شديد. ربنا يديها العافية ان شاء الله. هنا انا بقص شنو المشمع. قصة المشمع يا جماعة زي ما قلت لكم، لقيت زائد، لقيته زائد. قلت اعمل الفكرة. يعني انا اول حاجة كده ما مقتنعة بيها وكده، لكن ما شاء الله يعني طلعت فكرة جميلة حتشوفوها بإذن الله. والمشمع لقينا الخفيف يا جماعة، لكن ما شاء الله يعني هنا بتثبتوا لي شنو الفرن، بيكون تحت الفرن، وبغادي هناك بتكون العجان يعني بيكون ماسك. فدي القطعة اللي فضلت قلت اقسمها على 2 عشان تعمل لي الرفينة في النص. اول حاجة فكرة ما مشجعاني، قلت حينزلق وحيعمل يعني يعمل لي جوطة وبس نساي. فتاني قمت شنو، اصلا زي ما قلت لكم الفكرة الجميلة في الدولاب ده انه الرفوف بتتفك. فقمت نزلت الرف، وقمت عملت شنو، دخلت المشمع تحت الرف. يعني لما الرف لو انت ذاتك لو حاولتي تسحبي حاجة او يعني مسكتي المشمع او زول مسك المشمع ذاته ما حيقدر يطلع، لانه هو ماسك بالاطراف في شنو تحت الرف مباشرة، يعني حتكون فيه حمولة. هنا يا جماعة شايفين انتهت. فانا حسيت بانه كده شفتي افلام الكرتون داك، بس عملتها كده قلت خلاص لا انا بطلت يا جماعه. عملت الرمله، عملت كده نفختها كده، تخيلت انه خلاص اوف كده يا جماعه. الوتد فرشت رمله، شايفين ما شاء الله تبارك الله. جبت الرمله وفرشتها وبنفخه واحده يا ماما. يعني عملتها طلع معي انجاز يعني. المهم اتمنيت حركه التلفزيونات ديك وكده. المهم كنا يعني بنتسلى في البيت، وبالرغم انه الصعوبة وكده. يلا نشوف المفاجأة مع بعض، ندفع الباب ونخش نشوف مطبخنا. ما شاء الله تبارك الله تحفة. يلا شوفوا الحركة بتاعت الرفوف، فرقت بجد فرقت. يعني ما شاء الله انجزنا. كان وشو صار، يعني مبالغ. يعني هنا القزازة حتى الأسوانة غسلناها، رشينا، فرشنا، ما شاء الله تبارك الله يعني ولا حاجة. وبرضو هناك عملت لكم الحركة بتاعت العصا السحرية، فالونسة خدتنا. فكنت عملت كده صفقت كده وشنو، والحكاية قلبت بعد شوية. جبت لكم حاجة كده، فمع الونسة راحت. برضو حملتها. كنا يعني عملنا جو ظريف، بالرغم انه يكون في صعوبات في العمل،
الجو يا جماعة لازم يكون شنو لطيف كوميدي. فانت بالرغم من الصعوبات والشغل ايوه شاق واي حاجة، لكن لما تكون الاجواء لطيفة وجميلة ما بتحس بالشغل، بيكون في جو كوميدي. بتكون في يعني نكات، انت عملتي كده سويتي كده ونتذكر ذكريات وكده. فبعد شوية لقيتي ما شاء الله هوبا اني انجزتي وتونستي وضحكنا وفرفشنا، طلعنا حاجة جميلة برضو. فكانت معايا أم شاذر في المطبخ شغالة في البوتاجاز زي ما شايفين، برضو أنجزت ما شاء الله تبارك الله. وكده يا جماعة فرق ولا ما فرق يا جماعة؟ إيش صار إيش كان وإيش صار؟ ده الترند اللي فات هنشوفه إن شاء الله. طلعنا ترندات يا جماعة في المطبخ ده. لو لاحظتوا شفتوا أنا عملت لكم كده في العصا السحرية برضو بس مع الونسة، ما ركزتها معاي. وهنا طقم البهارات وما شاء الله تبارك الله، يعني أنجزنا بجد. بجد علينا نتونس ونقول كلام كتير، لكن الفيديو انتهى. بقول لكم مع السلامة.